أبكتني هذه النظرات المؤسفة وهذه الابتسامات البائسة وعلى هذه الأثواب الممزقة الرثة، على هؤلاء الأطفال الذين هم أحق بالقصور والبيوت الجميلة والأموال المكدسة في البنوك، هم الأحق بذلك، فلولاهم لارتحل القرآن في صدور الرجال كأن لم يكن، فهم حفظة كتاب الله عز وجل، وهم الذين باعوا حنان الأمومة ورفقة الأبوة، باعوا حنان الأمومة ورفقة الأبوة لحفظ كتاب الله عز وجل. قد يشتاقون الأم جدا ولا يستطيعون رؤيتها، يشتاقونها جدا ولا يستطيعون رؤيتها. كلنا يعرف حاجة الصغير إلى أمه، فقد يلبثون أحيانا 2 أو أكثر ولا يرون الأم، يعانون من مشاكل يصعب علي ذكرها، لا يلبسون الحذاء ولا يشبعون، يستيقظون فجرا حيث يطيب النوم فيكررون الدرس إلى الصباح، تراهم يستبطئون الطعام أمام الجماهير والأماكن الاجتماعية، أحيانا يبيتون بلا طعام يقوي بطنهم، يبيتون جوعان الحشاء. يا لهفي عليهم، لو رأيت المكان الذي يبيتون فيه لقلت بلا تردد: لا يبيت هنا أحد، لا يبيت هنا أحد. فأين الحكومة؟ بدل أن تبني لهم أماكن معاصرة، تبني الملاعب والأماكن الرياضية التي لا تنفع الأكثرية من الشعب. كم من بطولات عالمية جلبوها للسنغال، كم من بطولات عالمية جلبها رجال الكتاتيب للسنغال لا تعد ولا تحصى. نحن جميعا نعرف بأنهم هم الشجعان، سلهم أهل مصر إذا شئت، أو سلهم أهل دبي، وإذا شئت سلهم المملكة العربية السعودية، فازوا جميع المستويات وأثبتوا أمام العالم بأن السنغال بلد قرآن. ولو أن الحكومة تهاونت في شأنهم، لذلك كتبت لهم هذه الأبيات البسيطة أمدحهم فيها: حفاة عراة لا يذوقون ثردة، ويطفون كل اليوم مثل المطارد. حفاة عراة لا يذوقون ثردة، ويطفون كل اليوم مثل المطارد. يديمون عيشا يا للهفي عليهم، صباحا مساء في الأماكن جردي. رفعتم لسنغال الجبين لدى الأولى، بهم أنزل القرآن من دون مادد. فإن شئت سلهم أهل مصر كذا دبي، وعن مكة المعروف لا تتماردي. جلبتم لنا أعلى البطولات أنتم، لعمري لدين الله أحسن منجدي. جلبتم لنا أعلى البطولات أنتم، لعمري لدين الله أحسن منجدي. فيا رب بارك، ثبت الحفظ فيهم، مدى الدهر حطهم من جميع الشدائد. فيا رب بارك، ثبت الحفظ فيهم، مدى الدهر حطهم من جميع الشدائد.